يا مساء الخير عليكم. ازيك يا ابو حميد؟ اخبارك ايه؟ احنا في تاني حلقات النهارده ميت ذا اكسبرت، البرنامج اللي يعني اطلقنا المنصه بتاعته من خلال الفيسبوك بيج بتاعتنا. وكان لنا الشرف وان نحظى بان يكون الخبير الاول مستر احمد حمدي في الحلقات بتاعتنا كبدايه. وان شاء الله تكون الحلقات مثمره ليكم جميعا بالنسبه على المستوى التعليمي والثقافي والشخصي. وكمان بنختار الناس اللي تقدر تفيدكم في المواضيع المهمه من حيث الامباكت عليكم على المستوى الشخصي، ومن حيث الامباكت على الاورجنايزيشن اللي شغالين فيها، وعلى مستوى حتى المجتمع اللي احنا عايشين فيه. عشان نقدر نفيدكم بنقدر نجيب الاشخاص المتميزين في مجالهم. كنا بدأنا الحلقه اللي فاتت احنا نجيب احمد يكلمنا على الكومبتنس والكومبتنس فريم ورك، وكان عنده ظرف حصل الاسبوع اللي فات. فنتمنى يعني يكون خير. بنرحب باحمد. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اهلا بك يا ابو حميد، ايه الاخبار؟ الحمد لله، يا رب تكون بخير. وشرف انك تكون معانا في تاني حلقاتنا ميد اكسبرت. اخبارك؟ حبيبي والله ده شرف ليا يا باشا. الله يا يخليك. رب دايما كده مفيدين كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عشان طالع الناس، احنا ان شاء الله في نص ساعه هنتكلم على الكومبتنس والفريم وركس بتاعتها والليفلز بتاعت الكومبتنسز، وايه الكومبتنس المستحدثه في الوظائف بعد كورونا واللي احنا موجودين فيها دلوقتي واللي اثرت على البيزنس بشكل كبير. فخلينا نسالك يا احمد بدايه كده، يعني تعريف الكومبتنس باختصار للناس اللي بتسمعنا لما يسمع الكومبتنس قدامه في انترفيو على مستوى المانجيريال ليفل لما يتعلم او يتعامل. فعايزين نسالك كده ببساطه، يعني ايه كومبتنس؟ اولا اهلا بك يا ابو حميد، يا رب تكون بخير ويا رب الامور كلها ان شاء الله تكون طيبه. خلينا نعرف حاجه، خلينا نقول ان لو في لكل مهنه او لكل حرفه لغه معينه. اللغه دي بيفهمها الناس اللي هم شغالين جوه الحرفه او جوه المهنه دي. ف فالكومبتنسي دي هي اللغه الخاصه بالاتش ار بروفيشنالز. يعني ما ينفعش يكون حد شغال اتش ار بروفيشنال في مجال الموارد البشريه بكل تشعباته وكل تفرعاته وكل المانديتس او الاختصاصات بتاعته من غير ما يكون هو فاهم يعني ايه كومبتنسي. يعني انت النهارده بتتكلم صنايعي، فور اكزامبل سباك، نجار، صناعه حرفيه، الحاجات دي كلها كله في لغه معينه بين الافراد. الاتش ار، كوكب الاتش ار بلانيت ده الناس اللي عليه بيتكلموا لغه واحده، اللغه دي هي الكومبتنسي. طيب ايه هي الكومبتنسي؟ الكومبتنسي دي آه، هي تعريف للجدارات او للمهارات اللي المفروض تكون موجوده عند كل وظيفه من الوظائف، علشان خاطر صاحب الوظيفه ده اللي هو انا وحضرتك وكل الناس يقدروا ان هم يعملوا فولفيلمنت او ان هو يستجيب لمتطلبات الوظيفه بتاعته بكل سهوله وبكل اريحيه. خلينا اديك مثال. مثلا لو واحد النهارده حضرتك هتعينه عندك في شركتك ريكروتر، هيجي يشتغل في الريكروتمنت، هيكون عنده مجموعه من الجدارات على المستوى الفني وعلى المستوى السلوكي. لازم الاثنين دول يبقوا ميكسد مع بعض عشان ينفع يشتغل ريكروتر. فلو انا مثلا الريكروتر ده لازم يكون بيقدر يعمل انترفيوينج كومبتنسي بيزد انترفيو، لازم يكون بيقدر يعمل بروفايل سكريننج وسelection، لازم يكون يعرف يعمل جوب اوفر مثلا فور اكزامبل، لازم يكون يعرف بيعمل اونبوردنج. انا بديك امثله سريعه قبل ما ندخل في التفاصيل. يعني ايه تمام. كومبتنسي؟ فالكومبتنسي هي مجموعه من المهارات اللي لازم تكون متوفره في الاشخاص عشان يقدروا يقوموا بالمهام بتاعتهم بالشكل الافيشنت. طيب، حلو السؤال يا احمد. لو انا سالتك في الحته دي بالظبط، ايه الفرق ما بين السكيلز والكومبتنس؟ يعني لو دي مهارات او جدارات، ايه الفرق؟ من حيث المبدا، هما الاثنين وجهان لعمله واحده. حلو قوي. ومن حيث الممارسه، الكومبتنسي او الجداره بتعلى شويه او شويتين او 3 شويات. طب ليه؟ لانه الكومبتنسي هي عباره عن عجينه انت بتشكلها على حسب الشيء اللي انت عايز العجينه دي تطلع بيه. فالكومبتنسي بتعمل لها ليفلنج، يعني بتعمل لها مستويات، لكل وظيفه مستوى.
وليها زي ما ليها ليفلنج اللي هو مثلا بروفيشنت، ادفانسد، برايمري، اولي او متوسط او متقدم. فانت العجينه دي بتعرف تدخلها على الوظائف، وبتعرف ان انت تدخلها على جنب الوظائف، تطلع منها باستفاده في الريكروتمنت، في تعيين الناس، في تدريب الناس، في اداره الاداء بتاع الناس، في السلم الوظيفي بتاع الناس، في حاجات كتيره قوي. طيب ده السؤال المهم برضه ياخدنا في نقطه ثانيه. لو انا دلوقتي عايز استخدم اللفظ ده الكومبتنس، ايه الحاجات؟ اديني مثلا 4 5 حاجات او 3 حاجات انصون انا بستخدم الكومبتنس دي في ايه. يعني انا عشان احطها شورت ليست، واحد الكومبتنس بستخدمها في مثلا وليكن التعيينات او في الانترفيو، حاجه اسمها كومبتنس بيزد انترفيو. انا وانا بعمل انترفيو بعتمد على الكومبتنسز دي، صح كده؟ كملينا بقى الشورت ليست بتاعت استخدام الكومبتنس او المصطلح ده في شغلنا. طيب خلينا الاول نفرق بين 3 حاجات مع بعض هما بيكونوا الكومبتنس، عشان نقدر نقول احنا ازاي هنقدر ندخلهم جوه، نوظفهم جوه الشركه. اوكي. الحاجه الاولى حاجه اسمها كور كومبتنسز، يعني الجدارات الجوهريه. الجدارات الجوهريه ده اول نوع. تاني نوع حاجه اسمها تكنيكال كومبتنسز، يعني الجدارات الفنيه. ثالث نوع حاجه اسمها behavioral competencies، الجدارات السلوكيه. طبعا احمد هتسالني هتقول لي طيب ايه الفرق بين الثلاثه وايه توظيف الثلاثه؟ او من غير مساله انت هتقول على صح طول. كده؟ اه لقطه كده. طيب اه الجدارات الجوهريه باختصار هي بنسميها value driven competencies. يعني ايه؟ يعني جدارات ما ينفعش تعمل لها مابنج على الوظائف، هي ما بتنزلش لمستوى الوظائف، هي حاجه فوق قوي على مستوى الشركه من فوق، حاجه كده زي الفاليوز. ودي بتبقى عباره عن حاجات كده عامه بتبقى مطلوبه في كل الناس اللي بتشتغل جوه الشركه دي. يعني مثلا لو انت النهارده مثلا شركه بتشتغل في مجال الفندقه، فلازم كل الناس من اول البواب لحد السي او بتاع الفندق يكون عندهم كاستمر سيرفيس. لو انت مثلا النهارده شركه بتاع كونستراكشن او شركه بتاع معمار، الشركه بتاع المعمار دي من اصغر واحد لاكبر واحد يكونوا فاهمين اداره مشروعات، بروجكت مانجمنت. ليه؟ لانه كلهم بتشتغلوا بشكل مشاريع. لو انت شركه مثلا سوفت وير وبتقدم سولوشنز لبرامج سوفت وير وكده، اوراكل وساب واي ار بي والجو دوت، فانت لازم كلنا يبقى عندنا الكومبتنسي بتاع التحليل، الاناليتيكال ثينكينج، ان احنا نعرف نحلل الامور ونعرف نفرق، يعني نخلي الحاجه المتماسكه نطلع بالروت كوز بتاعها. ده كده ده الكور. ده قصدك ده ان الكور لازم كومبتنسي في حاجه مهمه تكون ثابته عند كل الناس according to industry زي ما انت وضحت كده. ننقل بالظبط. بقى للليفل نمبر 2 اللي هو التكنيكال بقى. التكنيكال بقى، التكنيكال والبيهيفيرال ده بقى شيء مختلف تماما، ده اللي بينزل باراشوتنج كده على مستوى الوظائف. فمثلا فور اكزامبل التكنيكال كومبتنسيز دي يعني ايه؟ قبل ما اقول لك التكنيكال كومبتنسي يعني ايه، لازم ناخد خطوه لورا ونفهم هي بتيجي منين. في حاجه اسمها الجوب فاميليز، باختصار بسيط جدا على الناس من غير ما ندخل في تعقيدات، اللي هي العائلات الوظيفيه. طب خلينا ندي مثال للعائلات الوظيفيه. اداره الاتش ار، اداره الاتش ار دي هي اداره كبيره جدا فيها مجموعه عائلات وظيفيه مختلفه. الاستقطاب والتعيين ده عائله وظيفيه، التدريب ده عائله وظيفيه، الكومن بين ده عائله وظيفيه، امبلوي ريليشنز ده عائله وظيفيه. فالفكره ان انت بتعمل ايه؟ ان انت بتمسك الفانكشن الكبيره اللي هي الاتش ار، الماركتنج، السيلز، الكلام ده كله، بتفصصه لمجموعه عائلات وظيفيه. والعائله الوظيفيه دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تراك. لو دخلت التراك ده وانت كوردينيتور تقعد 10 15 سنه في الشركه، 20 تطلع منه دايركتور. تراك تدخل ريكروتمنت كوردينيتور، ممكن تبقى السينيور ريكروتمنت مانجر للجروب كله. اوكي. تدخل ال ان دي كوردينيتور، ممكن تبقى اوفرسيز ال ان دي دايركتور. بس ما ينفعش انت بتشتغل في ال ان دي خلاص تشتغل كوردينيتور في ال ان دي وتيجي بعد 5 سنين تحول على الكومبنسيشن اند بنفيت. ما ينفعش. ليه؟ لان دي عائله مقفوله على بعضها وده عائله مقفوله على بعضها.
فوانس ان انت تفهم انه في حاجه اسمها عائلات وظيفيه، هتبدا بعد كده نفهم ان لكل عائله وظيفيه من دول جدارات. فالجدارات بتاعه الكومن بن اللي هو بيشتغل في التعويضات والضرائب وحساب الكوميشنز ومش عارف ايه، مش هو الراجل بتاع الانستراكشنال ديزاين واللي بيحط مهارات تعليميه واللي بيحط برامج تدريبيه. ده قصه وده قصه. مع ان في الاخر يا احمد ممكن بعد فتره الاثنين يتقابلوا في ليفل معين على مستوى المانجيريال ليفل. ده اتش ار مانجر على المانجيريال ليفل، اتش ار مانجر ممكن ياخد من اي واحده فيهم. من فانكشن صح. خلاص اديك مثال برضو يا ابو حميد برضو للناس برضو على السيلز. السيلز ما هو في عائلات وظيفيه، السيلز مش كل واحد. يعني الكوميرشال ده في عائلات وظيفيه كتير. الماركتنج ما هو في عائلات. الناس بتاعه البراندنج اللي هو بيعرف يحط البراند والتسويق وازاي يعرف يبيع ويحط المسجز للكاستمر وكده، ما ده عائله البراند. الناس بتوع الديزاين اللي بيديزاين الحاجه نفسها ده عائله وظيفيه ثانيه. الناس اللي بيعملوا اللي هي الكونفرنسز والاكسبيشنز واللي هو تنظيم المؤتمرات تبع التسويق، ما ده برضه عائله ثالثه. ما ينفعش ده ينط في ده، ما ينفعش ده يدخل في ده. فده اول بيز. ثاني بيز بقى من الكومبتنسز التكنيكال، وانس انك انت فهمت انه في عائله وظيفيه، فالكل عائله وظيفيه مجموعه من المهارات الفنيه اللي بتؤدي للعائله دي. فوانس ان انا عرفت ان ان العائله الوظيفيه الاولى مثلا اسمها ريكروتمنت، ففيها مجموعه بوزيشنز من ريكروتمنت كوردينيتور على المستوى مثلا 15 او على المستوى مثلا بلاش، خلينا نقولها بالعكس، مثلا المستوى الخامس او السادس بتوصل لريكروتمنت سينيور مانجر على المستوى ال 15. فدول كلهم الوظائف اللي بينتموا للعائله الوظيفيه اللي اسمها ريكروتمنت. حلو. فاول سلايد عندي او اول خط عندي هو العائله. ثاني خط عندي ايه هي الوظائف اللي جوه العائله دي. ثالث خط عندي ايه هي الجدارات الفنيه اللي لكل وظيفه في العائله. حلو. طب ايه الجدارات بقى الفنيه لو احنا اتكلمنا تكنيكال مثلا على الاتش ار؟ يعني امسك لي كده فانكشنز وحط لي لسته الكومبتنس اللي موجوده مثلا في الريكروتمنت، لو اتكلمنا عن عائله او الفانكشن بتاع الريكروتمنت. لو مثلا اتكلمنا عن فانكشن ريكروتمنت، احنا اتفقنا ان احنا عندنا عيله وظيفيه اسمها ريكروتمنت. طيب الريكروتمنت دي العيله دي كل الناس اللي بينتموا اللي هم اولاد العيله دي في عصبه بينهم بتمثل. زي ايه مثلا؟ زي انك مثلا بتعرف تعمل سيلكشن، سي في سكريننج، سي في سيلكشن. بعد ما عملت السي في سكريننج والسيلكشن هتعمل جوب انترفيوينج. بعد ما عملت الانترفيوينج او البروفايلنج هتبدا مثلا تعمل جوب اوفر، ترسم الجوب اوفر وتنيجوشيت الجوب اوفر مع الكانديديت وتقنعه بيه. خلينا عشان بس لو جالي سؤال هنا، يعني انت كده بتتكلم على بروسيس، انا برضو عايز هي مش بروسيس، هي مش يعني بروسيس. انا اعرف اعمل جوب اناليس، جوب سelection. يعني ايه الفكره ان انا اعرف اعمل سelection اكوردنج ان انا بعرف اعمل انترفيو؟ يعني البروسيس يعني انت عندك هقول لك، انت دلوقتي مثلا لما بتدخل على لينكد ان او بتدخل على اي موقع توظيف، خلاص بتعرف تختار الناس الماتشنج للوظيفه اللي انت بتدور عليها. لما يجي لك لما تعمل مثلا مؤتمر او اللي هو بنسميه اللي هو المؤتمر الوظيفي دوت الامبلويمنت فير، لما يجي لك مثلا 10,000 سي في تعرف بفنيتك مين فيهم ال 20% منهم اللي مناسبين للوظائف وترمي 80%. فدي اول كده قلنا لا خلينا تسكيب ذيس بوينت لو عشان دخلنا في تفاصيل قوي، عشان لو حد من الناس ما يبقاش يعني برضو يعني الريكروتمنت ما تهوهوش او الاتش ار عامه. احنا بنتكلم كده ان احنا قلنا كور وتكنيكال. اخر حاجه اسمها البيهيفيرال كومبتنسي. والبيهيفيرال كومبتنسي دي اللي هي المهارات السلوكيه. طيب ايه هي المهارات السلوكيه؟ المهارات السلوكيه دي هي السلوكيات واللي هي مطلوبه من الاشخاص على مستويات معينه جوه الشركه. بمعنى النهارده انت مثلا بيكون عندك على المستوى خلينا نفرق بين ان التكنيكال كومبتنسي هي فيرتيكال، هي رأسيه.
يعني بتمسك عائله وظيفيه من اول الدايركتور لحد الكوردينيتور، اللاين ده كله على بعضه ممتزج مع بعض. الجدارات السلوكيه العكس، هي هوريزونتال، يعني بتقول والله الناس اللي على مستوى مدير كلهم مطلوب منهم dealing with people، يعرفوا يتعاملوا مع الناس، كلهم مطلوب منهم delegation، يعرفوا يفوضوا بليفل المهام. معين برضه يا أحمد، صح؟ يعني بليفل معين اللي هو العرض جالك لا بس ليفل معين قصدي، يعني برضه الديليجيشن له ليفلز، الامباورمنت له ليفلز برضه. هتدخلني في نقطه ان ممكن يكون عندي الكومبتنس دي عند الناس كلها، ان انا بعرف اعمل ديليجيشن، اكون انكلود كل المانجيريال ليفل اللي عندي من اول السينيور لحد الدايركتور، متهيألي كده. لا يعني خلينا اديك مثال. هو كل حاجه موجوده، بس هو ايه اللي بيفت للبوزيشن. عشان كده بنعمل حاجه اسمها المابنج، اللي هو ان احنا بنماب كل وظيفه مع المطلوب منها. يعني انت مثلا يا ابو حميد لو جبت مدير مبيعات او مدير جوده في المصنع، هل الاثنين طبعا على المستوى الفني لا فهمت، على مستوى الفني كل واحد له حوار، بس على مستوى البيهيفيرال كل واحد له حوار كمان. هتلاقي بتاع المدير الجوده اللي هو قاعد في المصنع مثلا مطلوب منه حاجات لها علاقه، حاجات مثلا لها علاقه بايه؟ ان هو يتعامل مع الافراد، بس مش مطلوب منه مثلا كاستمر اورينتيشن. الراجل بتاع مدير مبيعات مطلوب منه كاستمر اورينتيشن. مطلوب مثلا من مدير الجوده ان هو يريبورت، يعرف يكتب تقارير فنيه عن شغله. المبيعات مش مطلوب منه مثلا ان هو يعرف يكتب تقارير، حتى وان كان نفس الكومبتنس بس بليفل مختلف. يعني انت بتقول لي مثلا هكتب تقارير، ما انا لا، ممكن اكون بعرف اكتب تقارير بس تو ذا ليميت، مش تكنيكال ريبورتس. بس بتبان في وظيفه اكتر من وظيفه ثانيه. فمعنى كده ان المستوى العرضي ده، القطاع العرضي ده، المهارات السلوكيه فيه بيكون لها مستويات مختلفه. ولو اثنين على نفس الوظيفه البيهيفير برضه بتختلف. طيب خلينا كده، احنا عندنا كان تقريبا نص الحلقه، خلينا نخش دايركتلي للاهم بقى في الحلقه بتاعتنا النهارده. هل الكومبتنس دي بعد تقسيمتها زي ما احنا قلنا في كور وتكنيكال وبيهيفيرال، وعرفنا الفرق ما بينهم وامتى نستخدم ده ونعرف ده، بعد كورونا دلوقتي لو قلنا ان في سelection كومبتنس تبقى مع الراجل بتاع الانترفيو او بتاع الاتش ار، هل هي نفس الكومبتنس بنفس الليفل بنفس الكود بنفس الريكوايرمنتس هتبقى موجوده بعد ما نرجع تاني بالفول باور بتاعتنا في الشغل، ولا هتتغير ولا هتفضل زي ما هي؟ طيب خلينا نقول الاول، هي الكومبتنسز اصلا بتيجي ازاي؟ هي عباره عن مجموعه حاجات بتفت الشركه في وقت معين. يعني في وقت معين. يعني مثلا مثلا التكنيكال كومبتنسز للريكروتمنت الاونلاين غير للريكروتمنت العادي. صح. والمهارات الفنيه للتصنيع مثلا جوه مصنع بيستخدم تكنولوجي A غير واحد بيستخدم تكنولوجي B. صح. طيب فانت في حاله الكورونا، خلينا نقول انه الفاليوز نفسها او قيم الشركات نفسها اتغيرت. بمعنى خالص، هل الفاليو هتتغير بناء على الكرايسيس اللي احنا فيها؟ طبعا. انت النهارده بقيت بتشتغل من البيت خلاص، فبقى عندك مساحه كبيره جدا من انك انت بقيت راقب نفسك. بقيت انت يعني القيم المؤسسيه نفسها لفكره رعايه الافراد والويلنس والويلفير والورك لايف بالانس والحاجات دي كلها اللي كانت مكتوبه على ورق، ده كله لازم يبدا يتحط في مجال التطبيق. لانه انت النهارده بقيت بتمانج ريسورسز اوفرسيز، كل واحد قاعد في مكان معين وبيختلف، فده بينعكس على قيم الشركه رقم واحد. بينعكس كمان على استراتيجيه الشركه، التوجهات الاستراتيجيه بتاعتك بتختلف. فلما الاكبر حاجتين عندك جوه الشركه اتغيروا، اللي هي استراتيجياتك والتاكتكس اللي انت بتاخدها اللي هي جزء او بنت الاستراتيجيه، والفاليوز او القيم المؤسسيه بتاعتك اتغيرت، فلازم طالما الاثنين دول مش هنقول اتغيروا بنسبه 100% بس طرأ عليهم نوع من التغيير، بالشكل ده الجدارات الجوهريه نفسها في الاول كده ABC لازم تتغير.
اللي هي الحاجات اللي احنا كنا بنطلبها. مش احنا عرفنا الجدارات الجوهريه اللي هي اول مستوى او اول مستوى اول نوع، اللي هي الحاجه اللي الشركه بتبص عليها في الناس بتاعتها، في الناس اللي هي عايزاهم كلها اوفرول اكوردنج تو اندستري. فانت بقيت تبص للناس بشكل مختلف، بقيت عايز ناس مور فليكسبل تشينج، بقيت عايز ناس عندهم رقابه ذاتيه، بقيت عايز ناس عندهم شكل مختلف من اشكال الديليفربلز او مخرجات العمل. فده جدارات جوهريه، كل ده اول حاجه. طيب جدارات سلوكيه، جدارات اثنين، النوع الثاني الفنيه. الاسف الفنيات اختلفت. خلينا نقول انت بدات تدخل ابعاد جديده في البيزنس بشكل مختلف، صح اونلاين وبقيت بتشتغل ريموتلي، وبقيت بتشتغل سيلف مانجمنت، وبقيت بتشتغل سيلف منتورنج وحاجات كتيره جدا. تمام، ومانجنج اوبجكتيف. طيب بالنسبه للمهارات السلوكيه اختلفت، ديلينج وذ تشينج، ابزوربنج تشينج، تشينج مانجمنت ودوره جوه الحاجات، البنفيشري اكسبيرينس اللي هو البيكس، ازاي انت بتقدر تتعامل مع البنفيشريز او المنتفعين منك بشكل اونلاين او بشكل اوف لاين، بغير ان هم يبقوا قاعدين قدامك او انت شايفهم. فكل التركيبه دي كلها اثرت على الكومبتنسي. فلو الشركات كانت بتراجع الكومبتنسي فريم ورك بتاعها مثلا كل 5-6 سنين، لو ما انت ما كنتش راجعته للخمس سنين اللي فاتوا، اتس ذا تايم دلوقتي ان انت لازم تريفيزيت يور كومبتنسي فريم ورك. لانه لو الكومبتنسي فريم ورك على قديمه والدنيا بتتغير، ففي ثريت، في تهديد كبير جدا. لان الكومبتنسي فريم ورك ده بيطلع منه الجدارات اللي انت بتقعد فيها مع الانترفيو مع الراجل اللي انت هتعينه، فانت بتسمع حاجات قديمه. دي رقم واحد. اداره الاداء، في اداره الاداء انت في اول السنه بتقعد مع كل رئيس، بيقعد مع او كل مانجر بيقعد مع الناس بتوعه، بتتفقوا في جلسه تخطيط الاداء. يا رجاله انتوا مطلوب منكم 1 2 3، وانا مطلوب مني 1 2 3، وهاجي في اخر السنه نتكلم ونشوف، او في نص السنه نشوف انتوا عملتوا ايه. طيب 1 2 3 ده ان ترمز اوف ايه؟ ان ترمز اوف كومبتنسز يحققوها، وان ترمز اوف كي بي ايز يحققوها. طب انت بتديهم 1 2 3 كومبتنسز اوبسوليت، متقدمه قديمه، فبرضه بتضرب البرفورمانس زي ما ضربت بتضرب التدريب. او بتضرب التدريب. انت النهارده عايز تدرب الناس على مجموعه حاجات قديمه كمانجر وكامبلوي وكستاف، وبقى في حاجه جديده خالص. ده الموضوع كبير قوي. فانت كمان بعد كورونا هتبقى الموضوع اعتقد مختلف تماما كمان. يعني اعتقد ان احنا ممكن لو بنقول 10 مهارات بيتعملوا بالطريقه الفلانيه، ممكن ستيل 10 مهارات يفضلوا موجودين، بس آلية تطبيقهم مختلفه. المخرج بتاع ال10 مهارات دول، الكومبتنس اللي موجوده على الوظيفه، ممكن يتغيروا ويزيدوا او يقلوا according to الكرايس اللي احنا فيها. الاشخاص اللي ما بتعرفش تعمل الكومبتنس دي، لو ما طوروش من نفسهم بعد فتره هيقولوا الى زوال. زي بعض الوظائف، مش بس الكومبتنس، عشان نفكر الناس كتير قوي من 10 سنين كان في وظائف ما عادتش موجوده، ووظائف بقت جديده، ما بالك بقى الكومبتنس كمان. ان ممكن بعد فتره الكومبتنس دي ريموت، يعني تشينج ريموفد، يعني توتالي ريموفد، توتالي تشينج. فبالتالي احنا لازم نبقى واخدين بالنا قوي للناس دي كلها، والحمد لله عرفنا نفرق ما بين الكلام ده كله. طب نصايحنا يا احمد دلوقتي لينا على المستوى الفردي وعلى المستوى المؤسسي وعلى مستوى الاداري. يعني انا كفرد لو عندي كومبتنس معينه ازاي اطور منها، وكمان لو انا على المستوى المؤسسي انا مدير في مكان معين ازاي اخد بالي من الكومبتنس والكومبتنس فريم مستوى الشركه او المكان اللي انا موجود فيه، ازاي ادي ادفايس للناس معايا ازاي يطوروا من نفسهم ويغيروا، لان اعتقد التشينج بقى مطلوب دلوقتي في وضع الحالي. رقم واحد اتش ار، دور الاتش ار على المستوى المؤسسي. اتش ار لازم حضرتك كاتش ار تقعد مع اداره الشركه، تعملوا ستراكشرد انترفيو او فيجنري انترفيو، اسئله واضحه جدا معينه جدا، بتسال قياده الشركه حضراتكم شايفين توجهنا فين الفتره الجايه، حضراتكم شايفين الدايمنشن الجديد اللي احنا هنمشي فيه، حضراتكم شايفين هل في انعكاس للتكنولوجيا على دور الشركه. تقعد تاخد منهم شويه انسايتس كتيره جدا عشان تعكس الكلام ده. انت كدورك اداره الشركه ما تفهمش في الفنيات دي، اداره الشركه بتديك الدايركشنز، التوجهات العامه، فانت بتاخد الفيجن والدايركشنز دي تبدا تحولها، تكتبها وترسمها وتعيد
صياغتها، تعملها ريفورميوليتنج عشان تبقى تتحول لكور كومبتنسيز مختلفه. فانت فهمت اداره الشركه دماغها بتفكر ازاي، فعلى هذا الاساس هتغير الكور كومبتنسي اللي هو ايه اللي احنا طالبينه في الناس. ايه الحاجه، ايه الكومن جراوند اللي احنا حابين نشوف الناس بتاعتنا كلها بالشكل ده. ده رقم واحد. رقم اثنين، دور الاتش ار بعد ما عرف توجه الشركه يقعد مع الادارات الوسطى، يقرا شويه ويعمل زي بعد كده تكنيكال انترفيو، يفهم ايه المستجدات الجديده من كل تكنيكال مانجر. لان يا ابو حميد زي ما انت عارف اكثر مني، كل تكنيكال مانجر في مكانه هو اشطر واحد في مكانه. اتش ار هو دوره ان هو بيمانج الحاجات دي. فيقعد مع كل تكنيكال مانجر، والله الدنيا بتتغير عندكم ازاي، والله كذا، ويبدا يعكس الكلام ده على تفاصيل الكومبتنسز وهكذا. فده بالنسبه على الشكل المؤسسي. حلو. على المستوى الاعلى وعلى المستوى المتوسط، مستوى قياده الشركه والمستوى المتوسط. على مستوى الافراد، مستوى الافراد هو كل دوره ان هو يعزز من قدراته، يحاول ان هو حلو قوي، حلو قوي الجمله دي، يعزز من قدراته. لو تفتكر المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم كنا بنقول انا وانت في الاول سيشن انه احنا النهارده بقينا في حاجه بتتميز بالتغيير، بتتميز بعدم الثبات، بتتميز بعدم التوقع. فكل الحاجات دي انت بتحاول انك انت يعني تعمل ايه؟ انك انت تهضم الحاجات دي، تدايجست كل الحاجات دي على شغلك. حد مثلا يبدا ان هو يتوجه للكورسات الاونلاين من يوديمي ومن كورسيرا ومش عارف ايه الكلام ده، ويعزز نفسه في الحاجات دي، يبدا يشوف والله ايه التولز البسيطه اللي هو او ادوات المتابعه الجديده. يعني مثلا كمان حد بتاع في حاجه مهمه قبل ما اتاكد ما انط او ما اعدي الحته دي، يسال منتورز. يعني ممكن انا في وقت من الاوقات اتابع مثلا برنامج زي اللي احنا بنعمله ده، اكلم حد على لينكد ان اساله، اخد حد كان شغال معايا في مكان قديم وربنا كرمه وبقى اكسبرت في مكانه. اعتقد كل دي من ضمن التولز اللي احنا ممكن نستفيد منها على مستوى الافراد، واعتقد كلنا على مستوى على كل الليفلز بتاعتنا، على مستوى المانجيريال ليفل وعلى مستوى النولج اللي احنا فيها، كلنا نقدر الحمد لله نقدر نفيد الناس. من فين دلوقتي سالونا احنا في الفري اني تايم يعني، صح كده؟ بالظبط. يعني الفكره ان الانسان يحاول ياخد النكست مايلستون، ما يقفش دايما عند حاجه. يعني دايما بالذات في المرحله دي يبدا ياخد نكست مايلستون. ليه؟ لان هو لما هيجي في حاجه اسمها الايرلي ادابترز دول هم الناس اللي بيتكيفوا الاول على التغيير. ودول دايما الايرلي ادابترز دول بيبقوا هم الحجر الزاويه بتاع اي شركه في التوسع، او اللي هم بياخدوا خير الشركه. ليه؟ لان الناس دي هم ايرلي ادابتور. لما الشركه بتحاول تتست حاجه جديده، او ان هي بتحاول ان هي مثلا تتشيك حاجه جديده، بتلاقي ناس جوه من عندها الثقافه وعندها الاستعداد ان هي تاخد مع الشركه وتتحرك. فدايما الناس تخلي دول غير التشينج ايجنتس، دول غير التشينج ايجنت. يعني طبعا يعني ممكن يكون هو التشينج ايجنت، ممكن يكون غير التشينج ايجنت، بس يعني تشينج ايجنت وتشينج مانجمنت لها قصه مختلفه. بس انا بتكلم انا وجهه نظري، انا على ما اعرف كده قديما ان هو ده نفس الشخص اللي بنطبق عليه اول حاجه، او اللي بمعنى صح هو اللي يكون الليد بتاعنا في تغيير الاشخاص او الافراد. قدامنا بالظبط دقيقه ونص، تسمح لي تقول لنا للناس كده يعني تيبس كده او ريكومنديشنز في دقيقه بالظبط يعملوا ايه الفتره الجايه بعد كوفيد اول ما يرجعوا شغلهم بالفول باور ان شاء الله؟ هقول حاجتين. لو انت اتش ار، انت حضرتك يعني اتحرك اوت اوف كومفورت زون، حضرتك ده دورك. لان انت حضرتك النهارده من الايرلي ادابترز اللي لازم يقودوا الشركه في تغيرات كتيره. وحضرتك اذا كانت الشركه عندها القياده والقدره ان هي تغير على مستويات كتيره في التصنيع وفي المبيعات وبتفكر في استراتيجيات، فحضرتك بيبل تشامبيون. يعني الراجل او بيبل ادفوكيت، الراجل المسؤول عن الناس. فحضرتك ما ينفعش تبقى الشركه بتتحرك وبتتقدم على مسارات كتيره عشان تقدر تتعامل مع المشاكل اللي حاصله في البيزنس وحضرتك سايب الناس زي ما هم. حضرتك لازم تقدم حلول، سواء في الكومبتنسز، سواء في البرفورمانس، سواء في حاجات كتيره جدا، عشان حضرتك تابجريد وتابليفت الوضعيه اللي الناس فيها، ترفع من دور الناس جوه الشركه. دي اول حاجه. ايه الفرد بقى، احنا يعني اتكلمنا على اتش ار. الفرد زي ما بنتكلم اللي هو دايما تبقى بتعزز قدراتك وبتحاول تخرج بره الكومفورت زون، وبتحاول انك انت تستعد للايه
انك انت تبقى دايما احسن وللتغيير. حابب اشكرك يا احمد بجد بجد على المعلومات القيمه دي، مبسوط قوي والله انا اسمعك واتعلم منك. اتمنى كل اتعلم منك يا باشا والله. ربنا يخليك يا احمد. استاذنا. الله ربنا يكرمك يخليك. حبيبي. اشوفك على خير ان شاء الله، وشكرا يا احمد على وقتك، واتمنى باذن الله يعني في حلقات نكون مع بعض اكتر، وباذن الله يعني لو حد عايز اي حاجه من الناس اللي بتسمعنا اي ثينك ان شاء الله نقدر نفيدهم تحت في الحلقات امرك. الجايه. شكرا يا محمد، اشوفك على خير ان شاء الله. ميرسي، تحت شكرا امرك. لكم يا جماعه، شكرا ليكم، شكرا. مع السلامه.